وشغلتك ايه؟ وهل انت قدمت على ارض فعلا ولا لا؟ طبعا هو من بدايه المشروع من 5-6 شهور وانا بتردد على المشروع. طبعا مشروع قومي يمس كل مصر، مش يخص الفرافره بس. و اتقدمت كتير وحاولت بكل الطرق ان انا املك ارض زي اي واحد مصري يحب يبقى عنده ارض ملكه. انا ما عنديش ارض وشغال فلاح، ابن فلاح في ارض والدي. وقدمت ناس كتير، كلمت مسؤولين كتير، لسه المشروع لسه ما نزلوش كراسة الشروط، لسه مش عارفين هيبقى ازاي. وقبل الزيارة بيومين 3 انا اتفاجئت ان قالوا ان في 4 أو 5 اسر اتقدمت، وانت من الاسر اللي اتقدمت. قبلها بيوم اتصلوا بيا، حد اتصل بي بالتليفون، حتى يعني رقم من اداره المشروع، وقالوا ان اسرتك وقع عليها الاختيار انها تبقى من الاسر اللي موجوده يوم الافتتاح او يوم التدشين. خدت اسرتي ورحت، ما زي اي اسره من الاسر ال4 أو ال5 اللي كانوا متواجدين قبل زياره الرئيس. وقع الاختيار علينا، على اسرتي انا. كان حلم بالنسبة لي، يعني زي أي حلم أو زي أي واحد مصري أو زي أي واحد فلاح يتمنى أن يبقى عنده فدان أرض يعني. طيب دلوقتي الناس بتقول إنه الأستاذ سيد مش فلاح وهو موجه بالتربية والتعليم وجابوه عشان يمثل الدور ده، رأيك إيه في الكلام ده؟ كلام حقيقي طبعا. أنا موظف بالتعليم، بس طبيعة الوادي الجديد زي ما بيقولوا الوظيفة ما تأكلش عيش لوحدها ولا فلاح لوحده يأكل عيش. وأنا أصلا ما عنديش أرض زراعية، مع والدي في الأرض بتاعت والدي، وعندي 8 إخوات برضه معانا في الأرض دي، وكلهم 5 أو 6 فدان. يعني كان حلم بالنسبه لي، ومن بدايه المشروع وانا بتردد هناك، وقابلت جميع القيادات اللي في المشروع عشان اقدم لهم طلب او التماس او اي ورقه اخد بها ارض. وانا اصلا من ابناء الفرافره الاصليين ابا عن جد، وطول عمري شغال في الارض. يعني الارض دي مش طول عمري فلاح. طيب دلوقتي انت قدمت الورق علشان تاخد ارض ضمن الشركه المعموله جديد، وكثير من اهالي الفرافره عملوا كده. توقعاتك ايه للمشروع ده، وشايف غير ازاي مع كميه الطرق الجديده اللي بتتعمل في المنطقه، يعني في طبيعه الفرافره؟ المشروع اللي اتعمل واللي قائم حاليا اهم من قناه السويس، والانجاز اللي عملته القوات المسلحه وسياده الرئيس في مشروع ال10,000 او التكمله بتاعتها، ان كان في 200,000 زي ما بيقولوا او 400,000 فدان، ده لا يقل اهميه عن